لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي القعدة حلوة والنبي عند النبي. دي القعدة حلوة والنبي عند النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا بدأت علاقتي بالنبي. بسم الله، نبدأ حلقة جديدة من على الكنبة، كنبة سمر. هنتكلم النهاردة عن علاقتنا بالنبي أو عن علاقتي أنا، تجربتي الشخصية المحدودة التي تحتمل الخطأ والصواب، ممكن مفيش أي حد ياخد بيها عادي. بتكلم عن تجربتي كإنسان عادي، ملهاش أي أبعاد دينية ولا نصوص أتحاسب عليها، أو أنا هتكلم بطريقتي العادية خالص، إن أنا حاجة جوايا محتاجة إن أنا أوصلها للناس كتجربة شخصية. أقل حاجة ممكن أقدمها للنبي عليه الصلاة والسلام، زي حاجة في حب النبي. تجربتي الشخصية تحتمل الخطأ والصواب. طيب، من هنا بدأت علاقتي بالنبي. كنت وأنا صغيرة ماما بتشغل الأغنية دي، وكل ما تشغلها تدمع تعيط. كمان حضرت انا جدي لمامتي، كان حضرته شويه لحد ما كنت في ثانوي، كان برضو بيحب النبي قوي، وكانت ماما بتحكي لي ان هو برضو كان بيحب الاغنيه دي. انا مش فاهمه هما بيعيطوا عشانها ليه، او انا كنت حاسه يعني في مشاعر حاساها، بس انا مش فاهمه قوي ايه السبب اللي يخليهم كل ما بيسمعوا عن النبي او بيتاثروا بيه بيعيطوا. تفاصيل كتير قوي وملامح كتير عشتها مع مامتي في حبها للنبي ما بتطلعش ابدا من ذاكرتي، منها الاغنيه دي، ومنها كمان اهتمامها جدا بيوم الجمعه. اهتمامها بيوم الجمعه ان هي تكون موضبه البيت بطريقه معينه، ان هي تشغل بخور، ان هي تهتم جدا بصلاه الجمعه، وان في وقت بعد الجمعه ده مخصص لذكر النبي، وان احنا نبقى اسره كده نقعد نصلي على النبي لحد المغرب. حلمها الكبير وشوقها الدايم ان هي تزور النبي، وكلامها في الموضوع ده طول الوقت، وان كل ما تشوف حجاج تعيط، وان هي ده حلم حياتها. هي ما لحقتش تحققه، بس ده كان الحلم اللي طالما كانت دايما تتكلم عنه، ان هي تشوفه، ان هي تزوره. يمكن ما كنتش فهمت قوي الحاجات دي، بس انا عشتها فاتزرعت جوايا، وده اللي خلاني عايزه افهم اكتر، اوصل اكتر لحب للنبي. فخلاني ان انا لما كبرت وجوايا الحب ده، لما اتزرع جوايا حب النبي عليه الصلاه والسلام، فلما كبرت وجوايا الحب ده عايزه افهم اكتر، فدرست، لاني الحاجات دي مش بينفع تتسمع بس يعني، فدرست اكتر، درست السيره والشمائل، عرفت صفاته وشكله. اكتر حاجه لامسه معايا او ما بنساهاش ان هو كان زي القمر يتلألأ. طبعا احنا مش احنا عارفين القمر، بنشوفه دلوقتي بنحب شكله، بس احنا مش فاهمين يعني ايه زمان القمر. زمان ما كانش لسه فيه نور، ما اخترعوش النور، فكان القمر ده روح، الحياه. يعني ما فيش قمر يبقى الدنيا ضلمه كحل. القمر ده كان شكل وروح وحياه وونس وراحه، واللي بتشوفه تتبسط. فكانوا بيقولوا ان هو وجهه يتلألأ كالقمر، فعشان مش مجرد وصف، هو كان بيحسه ناحيته كده. كمان كان ازاي كان بيهتم بشكله وبصحته وبلياقته وبريحته وبكلامه وبطريقته. طبعا يعني انا يعني اقل من ان انا اوصف ده، بس ده اللي انا لاحظته قوي، عشان ده ساعدني ان انا نحاول نتخلق باخلاقه، وان احنا كمان نعرف ازاي على قد هو حجمه وقدره، على قد ما هو كان انسان بياخد باله من الانسان قوي، من تفاصيله، قد ايه كان رحمه للانسانيه كلها. كبرت انا كمان جوايا حب النبي، ونفسي ان انا ازوره، ونفسي ازرع الحب ده في ولادي زي ما ماما زرعته جوايا، بقصد او بغير قصد. فجت في دماغي فكره كده، انا كنت مشتاقه جدا ان انا ازوره، بس ما كنتش عارفه ده هيتحقق ازاي. فدايما كنت بشوف الصوره بتاعت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وسيدنا عمر وسيدنا ابو بكر، بحبهم جدا جدا. فرحت عملتها بحجم كبير ولزقتها جنب السرير عندي، فبقيت انام واصحى والصوره لازم قبل ما انام اكلمه واحكي له، اشكي له. اول ما اصحى الصبح اصبح على النبي عليه الصلاه والسلام، واقول له هعمل ايه في يومي، وقبل ما انام اتكلم معاه واحكي له كل تفاصيلي، واقول له امتى بقى انا هاجي ابقى قدام القبر ده بجد، واقول لك يا نبي حبيتك وسبت بلادي وسبت ولادي وسبت حياتي وجيتك.
وفعلا اول ما رحت قلت له كده، كان نفسي قوي اقول له ان انا سبت كل اللي بحبهم عشان بحبك اكتر. آه، يعني ما كنتش متخيله ان ده ممكن يبقى حقيقه، بس الحمد لله. طبعا عشان انا ولادي كانوا بيشوفوا ده معايا، فكانوا بيلتمسوا قد ايه انا بحب النبي. حتى برضو ما كان محمد شوفني بشوف الناس في الصوره في الكعبه، يعني في الكعبه في التلفزيون، وعيط. فيقول لي ماما انت عيطتي ليه؟ والله انا هكبر ان شاء الله وهوديكي. اقول له ماشي يا حبيبي، ربنا يبارك لك. فبرضه بقصد او بغير قصد هم كانوا بيشوفوني ان انا بكلم النبي وبحكي له، فاتزرع جواهم ارتباطهم بيه. حاولت ان انا اربطهم بيه اكتر. ف كنت عرفت، سمعت ان النبي بيحب اللون الاخضر، قريت يعني وكده صلى الله عليه وسلم. فجبت لهم سباح فيها من اللون الاخضر وحطيتها جنبهم، وقلت لهم ان احنا لما بنصلي على النبي هو بيسمعنا وبيرد علينا وبيعرف اللي صلى عليه بالاسم. وربنا بيبارك له وبيرزقه. ساعات بيعمل كده وساعات ما بيعملوش، بس انا حاولت ان انا ازرع ده جواهم. كمان احمد ومحمد بقى عندهم احساس عميق بالفخر والاحساس حلو ان هم اسمهم على اسم النبي. فمحمد بقى معتقد تماما ان هو شايل اسم النبي، فهو كده كده النبي عمره ما هيسيبه، وان هو لازم يحافظ على الاسم ده. واحمد كمان، وفرق كمان في شخصيتهم، وفرق في يقينهم ان هو موجود. خصوصا لما انا بقى طلعت العمره، ف فبقوا بيقولوا ايوه انت كنت بتدعي بده وكنت بتكلميه وبتطلب، فربطوا في يقين ان انت ممكن تكلمه وان هو بيسمعك، وان الحاجات الجميله دي. كمان كلمت رنا على علاقه النبي عليه الصلاه والسلام بستنا فاطمه، وان هو كان بيقول لها ام ابيها، يعني زي يا قلب ابوكي روح ابوكي زينا، يعني احنا كده ما بنقول. وان هو كان في اي مجلس لما بتدخل بيقوم لها وبيبوسها بين راسها وبيقعدها جنبه. يعني هو مش زي اللي بيحصل دلوقتي خالص. فحاولت اوصل لها صوره الحقيقيه واللي تليق بالنبي عليه الصلاه والسلام وبرحمته و برحمته وإنسانيته ومقامه. لحد ما جه يوم فعلا وانا الحلم اتحقق وزرت النبي عليه الصلاه والسلام. بصراحه انا مش هقدر قوي اشرح احساسي في المسجد النبوي، لانه هي حاجه ما تتوصفش. هو قلبي في المدينه وجد السكينه، دي حقيقه. مش عارفه ايه بالظبط اللي بيحصل هناك، يعني هو احساس انا مش عارفه اوصفه. هو في كده الحاجه اللي اتضحك علينا فيها كتير، ان احسن نومه هتنامها في حضن اللي بتحبه، او في مع ولادك او ابنك وهو بيبي، او في حضن اهلك. لا فاكس، احلى نومه هتنامها في المسجد النبوي. اذ يغشاكم النعاس امنه منه. حرفيا هو ده اللي بيحصل. انت ما تعرفش انت بتنام ازاي ولا بتنام ليه، بس كل اللي هيحصل ان انت هتجيلك نعسه كده، هتنام، هتبقى مطمن، هتبقى مرتاح، هتبقى متشاف، هتبقى مليان، هتقوم حاسس بكل ده، هتبقى مليان. ده انا حسيته يعني. وكل اللي انا اعرفهم في حدود دايرتي الصغيره يعني ومعرفتي الشخصيه المحدوده، قالوا ان حصل معاهم نفس الموضوع، ان انت هتقوم فرحان ومرتاح لسنين قدام، ومش هتنسى ابدا الوقت اللي انت حصل لك فيه ده. وكل اللي في بيت النبي امن. احساس الامان هناك غير عادي، والسكينه ربنا يكتبها لنا كلنا يا رب. ف في برضو حاجات حصلت معايا انا ذكريات مع النبي، ان انا كنت ايه بحاول دايما اربط اللي بيحصل لي، يعني بحاول اربط الاحداث ببعضها عشان عقلي يبقى عنده اليقين ده. في يوم كنت قلبي موجوع قوي من حاجه معينه، فكنت بقرا القران كده، كانت الساعه 3، فجت الايه بحبها قوي بتاعت ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. انا كنت زعلانه قوي قوي قوي، فرحت قايله كده من قلبي اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله. ونمت. الساعة 7 الصبح جالي تليفون، المشكلة اللي أنا فيها دي اتحلت وبطريقة غير متوقعة، وما كنتش في دماغي خالص. حصل لي يقين ساعتها، زاد يقيني، وبطلتش اكلم النبي ولا احكي له ولا اتمنى ان انا ازوره تاني، ولا ان انا دايما احس انه معايا واتكلم معاه. من قصصه وحكاياته حبيته اكتر. ازاي كان نبي وكان قائد وكان قوي
وكان مشغول وكان مش فاضي زي رئيس دولة أو دول كتير كده، وكان مسؤول كل المسؤولية دي، وكانت حكاياته تدوب القلب من كتر من فرط رقتها وإنسانيتها. يعني حكايات كتير كانت يعني بصراحه ماسكلين انرجي ايه وفيمين انرجي ايه، احنا مننا لله والله، عشان احنا سايبين الرول موديل الحقيقي واللي على حق، على حق، لانه لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. وماسكين في حاجات يعني يا ريت احنا نعرف نتعلم ازاي كان بيتعامل، ازاي كان بيتعامل مع الانسان، مع الحيوان، مع الجماد. كان انسان بكل ما يحمل الكلمه من معنى، كان رحيم رحمه غير عاديه، وكان عنده قدره يعني على التعامل مع المواقف، ويحسس الانسان اللي قدامه ان هو ازاي يعلمه الصح من غير ما يحسسه ان هو غلط او ان هو مش انسان. وده اللي خلى كل الناس ساعته بيعرفوا يتعلموا، مش بيكرهوا نفسهم، مش بيوصلوا للمرحله اللي احنا فيها من التعب النفسي وجلد الذات، عشان احنا ما بنرحمش نفسنا وما بنرحمش حد. اول قصه اتعلمتها او اول درس اتعلمته منه وهو لسه رضيع، يعني لسه ما جه الدنيا. سبحان الله. زمان كانوا لما كانوا العرب بيخلفوا فكانوا بيبعتوا الاطفال دول لمكه، يعني دي كانت حاجه متعارف عليها، ما كانتش حاجه يعني غريبه ان هم يبعتوهم هناك بقى فصاحه اللسان والهواء احسن والزرع يبقوا اقوياء في اول فتره من حياتهم في الطفوله، وبعدين بيرجعوا. ف كل واحده بقى من المرضعات كانوا بيروحوا ياخدوا طفل من الرضيع دوت، بس كانوا بينقوا بقى اللي هو اللي بابا غني اللي معاه فلوس عشان يحسن من عيشتهم وعيشه اولادهم وكده. فستنا حليمه السعديه كانت حالها مش احسن حاجه، كان حالها فقير شويه، فكان عندها يعني دابه وحمار كده، فكانت رايحه بيه، بس هو كان ضعيف. فلما راحت كانت متاخره معاها ابنها وجوزها، فلما راحت لقيت كل واحده خدت رضيع بقى، ده ابن فلان وده ابن فلان، مفيش الا النبي يتيم صلى الله عليه وسلم، يتيم يعني مين طيب مش عارفه تاخده ولا ما تاخدوش، لانه مين هيصرف، مين هيدي فلوس وكده، او ما ساعتها ما كانش فيه فلوس، يعني مين هتفرق معاها في ايه. فضلت محتاره تاخده ما تاخدوش لحد ما قررت ان هي فعلا تاخده، وده كان احسن قرار خدته في حياتها، لان هي بيحكوا انه حياتهم اختلفت تماما، والبركه والنور والرزق اللي حصل لهم في حياتهم ما شافوش يعني حتى وهم راجعين بيه الدبه بتاعتهم بقت قويه، والرزق اللي جالهم ما بقوش عارفين يعني يلحقوا عليه زي ما بيقولوا. فاتعلمت درسين هنا من القصه دي، ان النبي عليه الصلاه والسلام وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، من اول ما جه الدنيا وهو رضيع، لسه رضيع، جبر بخاطر ستنا حليمه، ملا حياتهم نور وخير وبركه. وتعلمت من ستنا حليمه ان هي لما رضت ربنا رضاها، ده رضاها يعني رضاها لحد فين. كان في حتى شعر بيقول معبر قوي، بيقول: بالله قولي يا حليمة ما جرى لما احتضنت محمدا خير الورى، قولي بربك كيف نبضك وقتها لما الفؤاد والحبيب تجاورا، صلى الله عليك وسلم يا حبيبي يا رسول الله. فعلا وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. طبعا في كلام كتير قوي، قصص جميله قوي عن النبي هنتكلم عنها في حلقات جايه بعد كده، ازاي كان بيتعامل مع القوارير، تعامله مع الستات عجيب، هنتكلم في حلقات جايه. وقصصه في اوقات الشده، قصصه في اوقات الزعل، قصصه في اوقات الصعبه، وازاي بيعرف يعيش وسط الصعب. طبعا مهما اقول ومهما اقول عمري ما هقدر اقول واوصف، بس دي حاجه من جوايا، يعني اتمنى ان هي توصل لاي حد. استنوني في الحلقات الجايه هنتكلم اكتر عن النبي. كل سنه وانتم طيبين.